الانجليزي البريطاني والانجليزي الامريكاني. طبعا بتتسمع كتير جدا الكلمه دي، بريتش انجلش وامريكان انجلش، انجليزي بريطاني انجليزي امريكاني. ايه الفرق بين الاتنين؟ هما مش لغتين، هي مش دي لغه ودي لغه، لا هي لغه واحده اكيد. بس البريتش انجلش لغه بتتقال بشكل معين وبتنطق بطريقه معينه. الامريكان هي نفس اللغه اللي هي الانجليزيه طبعا، بس بتنطق بشكل معين ومصطلحات معينه وبعض طرق نطق شويه مختلفه. بس اساس طبعا الاتنين هما الاتنين انجلش. واضح ان اللغه اساسا واحده، بس طبعا في شويه فروق كتير شويه. طب ايه اللي بيخلي البريتش بريتش واللي بيخلي الامريكان امريكان؟ البريتش طبعا هي اللغه الستاندر، هي الاصليه، يعني اساس اللغه الامريكيه لا هنسميها لغه يعني. اساس الامريكان انجلش هي اللغه الانجليزيه الستاندر اللي هو البريتش انجلش. لكن الامريكان اختلف عنه في شويه حاجات، في النطق، في بعض حروف، في بعض كلمات، في بعض اكسبريشنز. فطبعا الاختلافات مش قليله، طبعا هي اختلافات كتير، بس اساس اللغه الاتنين واحد. في اسباب كتيره طبعا للاختلافات دي، ممكن نتكلم فيها باكتر من فيديو. من اهم اسباب الاختلافات دي ان الامريكان انجلش طبعا نشأ في المجتمع الامريكي اللي هو كان بيتكون من جنسيات كتير ولغات كتير اكيد، بس كان اكترهم طبعا اللي بيتكلموا اللغه الانجليزيه، فعشان كده بقت اللغه الاصليه او الاساسيه في امريكا هي اللغه الانجليزيه. بس طبعا كان معاهم من جنسيات كتيره جدا مختلفه، فده اللي خلى الامريكان انجلش هو اساسا متكون من الانجليش، بس برضه في لغات كتيره جدا 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 اثرت عليه. اللغات اللي اثرت عليه دي لان كان اللي دخلوا في المكون الامريكي كانوا من جنسيات تانية، فاللغات بتاعتهم برضو الاصليه اثرت بشكل كبير جدا في الامريكان انجليش او اللكنه الامريكيه للغه الانجليزيه، سواء تاثير بطريقه نطق حروف معينه، او بحتى كلمات نفسها دخلت من لغات تانية جوه الانجليش وكونت الامريكان، يعني كلمات مش انجليزيه اصلا، وفي الغالب هي كلمات فرنسيه وفيها كلمات اسبانيه طبعا وفيها كلمات حتى ايطاليه. كل ده دخل مع بعضه كون اللغه الامريكيه، سواء بطريقه النطق بتاعتها او حتى ببعض الكلمات اللي فيها، زي كلمات كتيره جدا ممكن نتكلم فيها بتفصيل في فيديوهات تانية. لكن الفكره الاساسيه دلوقتي ان الامريكان انجليش هو عباره عن البريتش انجليش زائد او بتطوير شوية او باختلاف شوية لبعض طرق النطق لبعض الحروف واضافة بعض كلمات تانية. فده الفرق الاساسي، وممكن بعد كده ستيب باي ستيب نبدأ نتكلم في الفروق دي بشكل اكبر شوية. Thank you for now.